أهلا بكم أعزائي المستمعين. شكرا للناس اللي دعمتني في القناة، شكرا للي عمل لي لايك واللي عمل لي تعليق وشجعني. بس أنا النهاردة ناوي بإذن الله أي معلومة أنا خطأت فيها وتصلحت وبقيت كويس فيها أنا هديها لكم بشرف وأمانة. ومن أول القناة، ما أول ما عملت القناة أنا ما ببخلش على أي حد في المعلومات الرياضة اللي أنا آخد اللي أنا فاهم فيها. وخلي بالكم يعني انا ممكن يكون عندي 90% من المعلومات او 70% من المعلومات بس ممكن تفيدك. النهارده هتكلم على 3 حركات لتمرين العقله وهخليك تلعب عقله لو انت ما بتعرفش تلعب عقله. وركز معايا كويس وبص عليا بالامكانيات البسيطه اللي عندي دي، يعني اكنك بتلعب في جيم 5 ستار. احنا هنلعب اول طريقه زي ما انت شايف كده. هتفتح دراعك للاخر وتسند برجلك على حاجه عاليه زي كده. تمام. يا رب يكون بس كده. بسم الله. وببدأ أطلع ظهري. يا رب يكونوا انتوا شايفين كده. هي دي الطريقة الأولى اللي هتخليك تلعب عقلة، لأن الطريقة دي جسمك ممكن يكون وزنك 70 كيلو 100 كيلو. في الحركة دي أنت ما بتشيلش ال 100 كيلو بتاع تقل جسمك، أنت ممكن تشيل من نص جسمك. لو جسمك 100 كيلو يبقى أنت بتشيل 50 كيلو من جسمك، وال 50 التانيين ساندين فين؟ على الحيطة. طيب ليه كده؟ لأن أنت لو معك واحد بيساعدك ممكن تخلي حد يساعدك وتطلع بالعقلة. بس عشان خاطر تبدأ صح لازم وانت بتلعب بحركات المساعدة دي تجيب من 10 ل 15 عد عشان العضلة تنمو، والشرايح العضلية اللي في جسمك بتبدأ تكبر وبتبدأ تتفاعل مع الحركة اللي انت بتعملها. دي الحركة الأولى. الحركة التانية هبدأ أتجل شوية. طب أتجل إزاي؟ اللي أنا بنزل رجلي تحت على حاجة عالية تحت زي كده. ماشي. زي كده. ببدأ أطلع بجيب ال 15 عد. أنا مش عايز أجيب ال 15 عشان مش هخلي الفيديو يطول عليكم وتزهقوا. فإيه بقى اللي بيحصل؟ الحركة دي هتبدأ وزنك يتقل على دراعك شوية. طيب لو انت في العقلة في حاجة اسمها دي عقلة مسطرة، وفي هنا عقلة متوازي. احنا بنسمي الأطراف اللي بتبقى زي كده متوازي. هنبدأ نعمل حركة بسيطة جدا وهتساعدك في تمرين العقلة، وهخليك تجيب، لو هتجيب 4 عدات في المستوى ده يبقى انت كده ماشي صح. هبدأ أمسك المتوازي زي كده، وهبدأ أقف في حتة عالية، في حتة زي كده عالية. ولو إيدي، لو رجلي مش طايلة تسند يعني على حاجة عالية، ماشي، هتجيب الطارات أو الدمبل وتقف عليه وتبدأ تنط وتثبت وتنزل بالراحة. أدي أول عد. نط تاني وتثبت وتنزل بالراحة. تاني عد. ونط تاني واثبت وانزل بالراحة. بثبت وانزل بالراحة. لو انت جبت 4 عدات على الحركة دي يبقى انت ماشي صح. التمرين ده هيخليك تجيب تمرين العقلة صح، ويخليك انت تتعود. لو انت مش هتعرف تجيب عدة واحدة هتجيب 3 4 عدات. طيب التكنيك الأخير بقى في المتوازي، لأن المتوازي ده الحركة دي هي اللي هتساعدك وتخليك العقلة تتفاعل، والخيوط العضلية بتاعت عضلة العقلة والقوة الانقباض بتاعت إيدك هتزيد معاك. نفس الحركة. ماشي. وهتنزل الحديد أو الحاجة اللي أنت واقف عليها زي كده. يبقى أنت كده الشعلقة أهو. كده أنت الشعلقة. ببدأ أطلع أهي. 1 2 3 4.
ديت حركة هتزود معاك انفعال العجلة، وهتخليك تجيب عدد أكتر في العجلة لو أنت مش هتعرف تجيب عدة واحدة. تابع الحركات دي خطوة خطوة والعب لها تمرين. كل حركة من دي زي ما أنا قلت لك، لو أنت هتثبت رجلك هتلعب 15 في 3. تمام؟ كل حركة من دي 15 في 3، والعبها تمرين مرة واحدة، ما تلعبش حاجة معاها تاني في كل حركة من الحركات اللي أنا وريتها لك. الحركة التانية احنا كنا بنمسك المسطرة كده، الحركة التانية هنمسك المسطرة كده، ايديا هتبقى كده عكس بقى. كنا بنمسك كده هنمسكها كده. ماشي. وهبدأ برضه هقف على حاجة عالية وابدأ انط، وعلى دراعي، وانا دراعي مفتوح وواسع كده، يكون دراعي كده زاوية 90 درجة زي ما انت شايفها، ماسك كده زاوية 90 درجة كده، وابدأ لها. طبعا العجلة عشان تعرفوا حاجة، العجلة ليها عضلة مساعدة واحدة، هي عضلة الباي. تمام؟ امشي على الخطوات دي. بس في نصيحة مهمة جدا، مش تلعب تمرين وتقول لا انا ما عرفتش اعمل، لا لسه، يبقى الكابتن وصل لي معلومة غلط. لا، كرر والعب. تمام؟ ولو العجلة ضعيفة عندك، لو تمرين العجلة ضعيف عندك، العب كل تمرينة مرة واحدة بس المتوازي. اخر التمرين لعبة باي تراي مش عارف ايه، اي لعبة هتيجي انت داخل تمرين العجلة في الاخر، ما تدخلش تمرين العجلة في اول التمرين. يعني لا، انت تقول ايه اسخن الاول وتيجي داخل العجلة، لا، طاقتك كلها بتروح في العجلة، طاقتك كلها بتفرغها في العجلة. لا مش عايز كده، عايزك في الاخر التمرين باي تراي العب اللي بتوازي اللي انا قلت لك عليه ده، وشغل ونط ونط بيها وثبت شويه. صدقني في خلال شهر شهرين 3 هتوصل لاحتراف العجله. صح؟ اوعى تفكر اللي فيها حد احسن منك، لا، حاول تستمر وتكرر التمرين، هتوصل للهدف اللي انت عايزه. سلام. اشتراك، لايكات، تعليقات، يا رب يعجبكم الفيديو.